في الفيديو ده هاقول لك الفرق بين الCV والcover letter وإمتى نستخدم ده وإمتى نستخدم ده. من الآخر كده هاجيب لك الزتونة وهاقول لك إزاي تعملهم الاتنين بطريقة صحيحة 100%. تابع الفيديو ده للآخر وما تنساش تعمل اشتراك ولايك وتشير الفيديو مع أصحابك. يلا بينا نبدأ. تعالوا بينا نشوف إيه الفرق بين الCV والcover letter ببساطة كده. عايزة أقول لك إن الCV ده هو السيرة الذاتية بتاعتك، زي الكتالوج بتاعك كده بالضبط، بيشرح أنت إيه اللي عملته، تعليمك، خبراتك، كل حاجة أنت عملتها وبدأت إزاي ومنين ورقم تليفونك والميل بتاعك، زي بيانات شخصية ليك كده بالضبط، بيبقى من صفحة أو صفحتين، أنت بتقدمها للشركة عشان الشركة تتعرف عليك، تعرف أنت مين. تمام، ده كده ببساطة الCV، وأغلبنا 99% يعرفوا يعني إيه CV. ناس كتير فاهمة إيه CV وإيه الغرض منه. طب الcover letter اللي إحنا أغلبنا مش فاهم هو إيه الغرض منه. هاقول لك الcover letter ده بقى مش كتالوج خالص، لأ دي رسالة أنت بتتكلم فيها مع الشركة بشكل مباشر، وبتحاول تقنعهم إن أنت المناسب للوظيفة دي. إزاي؟ هتقول لهم أنا قدمت ليه، وإيه اللي شدني في الشغل، وليه أنا مناسب للشركة دي، وإيه اللي أنا هاضيفه للشركة. تمام، يعني بدل ما تبعت السي في وانت ساكت وخلاص وهم ما يعرفوش اي حاجه عنك غير معلوماتك بس اللي هي العاديه اللي في السي في، لا انت بتبعت لهم بتقول لهم والله انا مناسب للشغل ده عشان واحد اتنين تلاته، وبتبعت لهم زي رساله الا وهي الكفر ليتر. التمبلت دي انا شغاله عليها، هي صحيحه بنسبه 100% ومقبوله في اي شركه وفي اي بنك او في اي مكان انت هتقدم عليه. انا ان شاء الله هسيب لكم التمبلت دي في الجروب بتاع التليجرام. هابعتها لكم بصيغة PDF زي ما هي، انتوا بس هتفتحوا الPDF على أي جهاز وتعدلوا على حسب البيانات بتاعتكم. تعالوا بينا نبدأ بأول حاجة الcover letter، وأقول لك انت بتعمله ازاي أو ايه الطريقة الصحيحة اللي تكتب بيها الcover letter. ده كده شكل الcover letter. أول حاجة بتكتب هنا فوق الاسم بتاعك your name، وهتكتب هنا your address، وده optional مش لازم. لو انت مش عايز تحط your address بلاش، ما تحطش أي حاجة. هتكتب هنا في السطر اللي بعده your email، هتكتب الميل بتاعك، هتكتب الفون نمبر تليفون، هتكتب الديت تاريخ اليوم اللي انت بتكتب فيه الcover letter. هتكتب هنا اسم الهايرنج مانجرز، هتكتبه في الأول، وبعد كده السطر اللي بعده هتكتب company name، اسم الشركة اللي انت مقدم عليها أو بتبعت لها الcover letter. هنا هتكتب الcompany address، وده optional لو انت مش عايز تحطه مش بتحطه. هتكتب هنا أول حاجة هنبدأ بدير، وهتكتب اسم الهايرنج مانجر. تمام، هتكتب له I'm writing to express my interest in the، هتكتب الجوب تايتل سواء هو عايزك في سيلز او في ايا كان الجوب تايتل اللي انت مقدم عليه. هتكتب position at، وهتكتب اسم الشركة اللي انت بتبعت لها برضو as advertised on. هتكتب where you find the job posting، هتكتب هنا انت لقيت البوست فين او الاعلان اللي انت قدمت من خلاله هنا. هتكتب with my background in your field، هتكتب له ان انت عندك background خلفية عن المجال بتاعكم and strong experience. وهتكتب هتمنشن هنا، هتكتب حاجة انت قوي فيها، تمام، او skills انت قوي فيها في نفس المجال اللي هم طالبينه. هتكتب I'm confident in my ability to contribute position، ان انت واثق ان انت القدرات بتاعتك هتناسب your team، هتناسب التيم أو الفريق العمل بتاعكم. هننزل تحت شوية هنا نكتب during my time at، هتكتب الشركة القديمة بتاعتك هنا، هتحكي زي قصة كده تقول والله أنا في شركتي القديمة I successfully أنا عملت، وهتكتب هتعمل mention ل achievement. يعني ايه تمنشن achievement؟ يعني انت حاجة حققتها، طلعت الأول، عملت التارجت، أيا كان حاجة كويسة انت عملتها في شركتك القديمة، وهتكتبها هنا تقول له والله أصل أنا في شركتي القديمة كنت محقق كذا، تتكلم عن الإنجازات بتاعتك. This experience allowed me to develop strong، هتكتب برضو skills انت شاطر فيها، تمام، ليها علاقة برضو بالمجال اللي انت رايح تقدم عليه which I believe will benefit your company's goals. أنا واثق إن هي هتناسب الأهداف بتاعة الشركة بتاعتكم. هتكمل هنا. هنا بقى في السطر ده، تمام، هتبدي إعجابك بالشركة بتاعتهم، هتكتب والله أنا معجب بشركتكم، هتكتب اسم الشركة because، وهتكتب حاجة مميزة في الشركة بتاعتهم. هنا هتقول له أصل أنا
عجبتني الشركة عشان، وتكتب حاجة مميزة في الشركة هنا. بعد كده هتقول I admire، هتmention برضو لحاجة انت عجبتك. تمام. حاجة يعني زي أخلاقيات أو rules انت عجبتك في الشركة. هتقول ان انت ان انت فخور ان انت هتكون جزء، انت فخور ان انت هتكون جزء من الشركة دي. دي آخر كده جملة انت هتكتبها. وبعد كده هتقول I have attached my CV. طبعا انت الكفر ليتر مش بنبعته لوحده، بنأتاتش السي في معاه. تمام. وهتكتب دي كده النهاية، وهتكتب هنا في الآخر your name، اسمك. تمام. دي كده زي ختم تحية للختمة، هتكتب اسمك في الآخر. ده كده باختصار الكفر ليتر وبسهولة. تعالوا بينا بقى نشوف السي في. تمام. انا جايبه لكم تمبلت جاهزه، وان شاء الله هنزل التمبلت دي هي والكفر ليتر، هتلاقوها على الجروب بتاع التليجرام. اول حاجه السي في، ده الشكل بتاعه. اول حاجه بنحط الاسم بتاعنا هنا فوق، الاسم الفول نيم على الاقل اتليست يبقى اسمك ثلاثي. تحتها هنا السيتي والكانتري بتاعتك. يعني لو انت ساكن في اسوان هتكتب اسوان ايجيبت، لو القاهره هتكتب كايرو ايجيبت. هنا الفون نمبر، ده رقم التليفون بتاعك اللي انت شغال بيه، عشان لو في اي وظيفة او في اي فرصة فبيرنوا عليك على الرقم اللي بيبقى موجود هنا. هنا الميل ادرس، ويا ريت يبقى باسمك الحقيقي، ما يبقاش باسامي غير الاسم بتاعك. هنا اللينكد ان او البورتفوليو، ده بيبقى اوبشنال. لو هو طلب منك في الاعلان ان انت تحطهم فحطهم، ما هو ما طلبش مش مشكلة. ممكن ما نحطهمش ونستغنى عنهم. هننزل تحت شوية. هنا هنكتب أول حاجة في السي في الكارير اوبجكتيف. ايه هو الكارير اوبجكتيف؟ هو نبذة بسيطة عنك. تمام. الكارير اوبجكتيف هنكتب فيه ايه؟ هنكتب فيه motivated and detail oriented. هتكتب هنا، دي طبعا بتبقى متغيرة على حسب المجال بتاعك أو التايتل بتاعك. تمام. هنكمل with the passion for key skill or interest. تمام. هتكتب السكيلز بتاعتك، الحاجة اللي انت شاطر فيها. وهتكتب هنا بعد كده تكمل seeking an opportunity to contribute my skill dynamic work environment and grow professionally. يعني انا بدور على الوظيفة اللي هي هتبقى متناسبة مع السكيلز اللي انا كتبتها او التايتل اللي انا كتبته. هننزل تحت شوية، هنكتب ال work experience. تمام. الwork experience بقى ليها تكنيك معين او طريقة معينة بنكتبها بيها عشان تبقى بسيطة وواضحة لل HR اللي احنا بنبعت له، ويبقى فاهم احنا عملنا ايه او اشتغلنا ايه. تمام. ثانية بس، في حاجة انا حابة اعملها هنا. انا عايزة احط education قبل الwork experience. حاطة education هنا، هو الترتيب الصح ان احنا بنحط education قبل الwork experience. تمام. قبل بقى الورك اكسبيرينس بحط الاديوكيشن. تمام. هحط هنا الكلية بتاعتي. لو مثلا أنا خريج كلية تجارة فأنا هكتب graduated from faculty of commerce، وهكتب اليونيفرسيتي الجامعة اللي أنا اتخرجت منها. تمام. هكتب هنا بدل city country دي هكتب الجريد، الدرجة بتاعتي. تمام. هتكتب اتخرجت امتى، دي بس هتبقى هنا. تمام. يبقى هنكتب أول سطر. تمام. مثلا 80%. هنكتب في الإديوكيشن هنا الكلية اللي أنا اتخرجت منها، شرطة اليونيفرسيتي اسم الجامعة، وهنكتب قصادها. تمام. احنا بدأنا كلية من امتى. تمام. بداية الشهر اللي احنا بدأنا فيه كلية سنة، ونكتب السنة جنبها.
وبعدها بنكتب هنا الشهر اللي احنا خلصنا فيه الكلية، الشهر اللي احنا اتخرجنا فيه، والسنة اللي احنا اتخرجنا فيها جنبها. لو انت مش حابب تكتب ده ممكن تختصرها وتكتب ان انت اتخرجت مثلا 2021 او 2022 او ايا كان السنة اللي انت اتخرجت فيها. تمام، كده خلصنا نقطة الإديوكيشن. تعالوا ننزل تحت شوية، هنكتب هنا طبعا التقدير بتاعنا احنا جبنا كام. ننزل تحت شوية هنا في الورك اكسبيرينس، هكتب الجوب تايتل بتاعي. تمام، انا اشتغلت ايه. تمام، ثانية بس كده برتبها بالترتيب الصحيح. هكتب هنا الجوب تايتل بتاعي. تمام، وهكتب ات وتكتب الشركة اللي انت، اسم الشركة اللي انت شغال فيها. حابب تكتب المدينة مكان الشركة دي فين، ماشي ممكن نكتبها. مش حابب برضو الموضوع اوبشنال، ممكن ما نكتبهاش. تمام، وهتكتب اهم حاجة تاريخ بتاع الوظيفة، انت بدأت امتى وخلصت او سبت الوظيفة دي امتى. تمام، لو انت لسه ما خلصتهاش هتكتب present لحد دلوقتي ان انت شغال فيها، فمش هنكتب تاريخ انتهاء، هنكتب هي present. تمام، البوينت دي عبارة عن ايه؟ انت هتكتب الوظيفة انت كنت شغال فين at الشركة، وهتكتب مكانها. الموضوع ده optional زي ما قلنا، التاريخ بتاع البداية في الشركة وتاريخ النهاية. لو في مكان في السي في ممكن نكتبها قصادها هنا، تبقى الترتيب بتاعها أكمل يعني كده. تمام، يبقى السي في هيبقى بالشكل ده، السي في بتاعي يبقى بالشكل ده. انا هنا حاطط الجوب تايتل بتاعت الشركة وقصادها تاريخ. هنكتب هنا مثلا اتليست سطرين او 3 اسطر، نكتب فيه احنا كنا بنعمل ايه في الشركة دي. كنا مثلا شغالين كسيلز، والمهام بتاعتنا المهام الوظيفية نكتبها هنا. لو في عندكم اي مشكلة في موضوع المهام الوظيفية اكتبوا لي الوظيفة بتاعتكم في الكومنت، انا هساعدكم تكتبوا سطر او سطرين عن المهام الوظيفية بتاعتكم. هكذا لو في وظيفة تانية بتكتبها تحتها برضو بنفس الكيفية وبنفس الطريقة. تمام، هننزل تحت هنكتب السكيلز بتاعتنا، احنا شاطرين في ايه او بنعرف نعمل ايه. تمام، فهنكتب السكيلز بتاعتنا في أسطر كده تحت بعض، وهنكتب تحتها اللانجوج، يعني تحت السكيلز كده بشوية خلي اللانجوج. تمام، language هنكتب الانجليش. تمام، هتكتب your level هنا. تمام، اليور ليفل ده هتكتب مثلا لو انت هترتبها هكذا. مثال good في الرايتنج، very good في الريدنج، very good في الليسننج، وهكذا. الأربع مهارات في الإنجليش هتكتبهم في المربع ده، وتكتب المستوى بتاعك في كل واحدة فيهم. تمام، هننزل تحت شوية هنكتب دي اللي هي السيرتيفيكت والكورسز اللي انت أخدتها. بس أنا عايزة أعمل زي فاصل بين كل سيكشن وسيكشن عشان يبقى ايه الموضوع أسهل شوية. هعمل لكم فواصل. تمام، عشان يبقى جاهز تاخدوا التمبلت دي وتشتغلوا عليها على طول. تمام، هننزل على اخر حاجة هتكتب السيرتيفيكت والكورسز اللي انت خدتها. هتكتب الكورس، اسم الكورس، وهتكتب البلاتفورم او المكان اللي انت خدت منه، وهتكتب الديت قصادها. سيرتيفيكت نيم، هتكتب برضو المكان وهتكتب الديت. تمام، في اكسترا حاجات ممكن تحطها، والحاجات دي برضو اوبشنال. هتحط لو انت كنت متطوع في حاجة وعندك experience، كنت volunteer في حاجة، فهتكتبها هنا. تمام، ولو انت هتقدم على وظيفة، في وظائف كتير بتحتاج بورتفوليو زي البرمجة، الماركتينج، ديجيتال ماركتينج، ممكن تحط البورتفوليو بتاعك او البروجكت اللي انت عملتها، اللينك بتاعها هنا تحت في السي في بتاعك. ده كده بالنسبة للسي في بكل بساطة. تمام، ده الترتيب الصحيح ليه وازاي تعمله. و ده شكل مبسط جدا. انا بالنسبه لي الشكل ده مقبول 100%. انت لو قدمت فيه اي شركه او اي بنك
هو مفيهوش أي مشكلة وهيتقبل بنسبة 100%. ده كده بالنسبة للCV. كده إحنا يعتبر خلصنا الcover letter والCV. فلو في أي حد محتاج أي حاجة اكتبوا لي في الcomment وأنا إن شاء الله هاساعدكم. إن شاء الله موفقة.